السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر النوبي. ازيكم يا سنة ستة، ويا رب يكون الدرس الأول سهل وبسيط. والنهاردة هنبدأ تاني درس معانا في الترم التاني في المنهج الجديد، بيتكلم عن خصائص سكان وطننا العربي. الدرس ده بيفكرنا بدرس أخدناه في السنة اللي فاتت في سنة خمسة، وكان بيتكلم عن الهرم السكاني. فخلي بالنا، هو في تشابه بس في اختلاف في المعنى. أول حاجة هنتكلم عنها في الدرس الهرم السكاني. الهرم السكاني يعني إيه الهرم السكاني؟ فاكرين يا ولاد لما كنا بنتكلم ساعتها في الترم السنة اللي فاتت، وقلنا إن الهرم السكاني ده بينقسم إلى إناث وذكور، والذكور باللون الأزرق والإناث باللون الأحمر. وقلنا طبعا إن الفئة اللي بتبقى فيه قمة الهرم دي اللي هي بتمثل كبار السن، والفئة اللي في الوسط بتمثل قوة العمل اللي هم الشباب، والفئة اللي في قاع أو في قاعدة الهرم بتمثل صغار السن. تعالوا مع بعض نشوف بقى الوطن العربي، نسبة الذكور والإناث والدنيا إيه فيه. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة بالنسبة لسن العمل، مادام قلت سن العمل يعني يقصد بها قوة العمل، اللي هي الفترة اللي بيعمل فيها الشباب، اللي هي بتبدأ من 15 لسنة 64، يعني من 15 لعام 64. طيب قالك إن سن العمل نسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث. ده فين؟ ده في سن العمل، يعني الناس اللي تشتغل. يعني نسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث، أيوة. قد إيه نسبة الذكور يا مستر؟ نسبة الذكور 51.6%، أما نسبة الإناث 48.4%. فباين جدا إن نسبة الذكور أعلى. طب ايه السبب في كده؟ ايه نتيجة ايه ده؟ قالك ان الذكور اكثر بحثا عن فرص العمل والهجرة، لان الذكور هم اللي بيهاجروا يعني ايه؟ يعني بيتنقلوا من مدينة الى مدينة او من دولة الى دولة بحثا عن فرص عمل، زي في السعودية وقطر والامارات هتلاقي فيه مهاجرين من مصر ودول تانية. طيب لو احنا بصينا في قاعدة الهرم هنلاقيه هو القاعدة بتاعته عريضة. عريضة يعني كبيرة. طب ده نتيجة ايه؟ قال لك ده بسبب ارتفاع نسبة صغار السن. يعني احنا لو بصينا الى قاعدة الهرم هنلاقي ان الهرم ذو قاعدة عريضة. الهرم ذو قاعدة عريضة. طب ده معناه ايه يا مستر؟ وده ممكن يجي لنا سؤال. ايه سبب الهرم في الوطن العربي ذو قاعدة عريضة؟ هنقول بسبب ارتفاع نسبة صغار السن. تعالوا بقى نشوف الهرم بينقسم الى كام فئة. زي ما احنا قلنا بينقسم الى 3 فئات. فئة صغار السن، وطبعا دي غير منتجة، لا يعني لا حول لها ولا قوة، ده أطفال صغيرة يعني عايزين اللي يرعاهم واللي يهتم بيهم، ونسبتهم 32.5%. أما الفئة العاملة اللي هم يعتبر قوة العمل، ودي بتمثل 63%، وطبعا لاحظ جدا ان دي اكبر نسبة. اما نسبة كبار السن، ودول طبعا الناس اللي دخلوا مرحلة الشيخوخة، اللي هم كبار السن اللي سنهم وصل ل60 فأعلى، دول طبعا بيحتاجون رعاية، ودي نسبتهم 4.5%. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان نسبة الإعالة يعني ايه نسبة الإعالة يا مستر؟ الإعالة يعني الشخص اللي شغال بيعول، يعني مسؤول عن أطفال وكبار السن وأسرة، ده اسمه الشخص المعال يعني المسؤول. فنسبة الإعالة هي مجموع عدد السكان اللي هم صغار السن وكبار السن على عدد سكان قوة العمل اللي هم بيشتغلوا في 100. ساعتها هيقول لك نسبة الإعالة كام بالظبط. يبقى أنا لو حبيت أطلع نسبة الإعالة بشوف عدد السكان اللي هم صغار السن وكبار السن، وبقسمهم على سكان قوة العمل اللي هم شغالين اللي هم مسؤولين عنهم، وبضربها في 100 بتديني نسبة الإعالة. طب هي نسبة الإعالة بالنسبة للوطن العربي قد إيه؟ 59.5%. وطبعا هي نسبة كبيرة، عشان كده فئة صغار السن وفئة كبار السن تعتبر الإعالة بتاعتهم نسبتها كبيرة.
طيب تعال ننتقل إلى جزء تاني، وهي أنماط سكان وطننا العربي. أنماط سكان وطننا الريف، أيوة بالظبط، أقصد بيها الحضر والريف. طيب تعال نشوف كده مين نسبتهم أعلى. هنلاقي إن سكان الحضر نسبتهم تتجاوز الثلثي سكان الوطن العربي. إيه ده؟ يعني نسبتهم كبيرة؟ أيوة، يعني سكان الحضر نسبتهم بتصل إلى ثلثي سكان الوطن العربي. أيوة، وهي أعلى من المستوى العالمي. طيب إيه نسبة الحضر عالية أوي كده يا مستر؟ قالك عشان بسبب الهجرة من الريف إلى المدن. إيه ده؟ هي الهجرة سبب من أسباب زيادة الحضر؟ ايوه، ما هو الحضر ده اللي هي العاصمه مثلا زي القاهره على سبيل المثال في مصر، ففيها الوظائف وفيها الخدمات، فتلاقي الشباب من المحافظات التانية بتهاجر للقاهره عشان تبحث عن فرص عمل. وبالتالي هنلاقي ان المدن الحضرية فيها نسبة معدلات او زيادة سكانية كبيرة. يبقى السبب ارتفاع نسبة الحضر بسبب ارتفاع معدلات الهجرة من الريف الى المدن. طيب المشكلة دي ملهاش حل؟ ايوه ليها حل، اللي احنا لازم نعمل مدن جديدة ونطور البنية التحتية اللي هي الطرق والكباري، ونعمل مرافق وغيرها عشان نقدر نحل مشكلة الزحمة. طيب هل كل الدول العربية كلها فيها حضر وريف؟ قالك ما عدا 3 دول ما فيهاش ريف خالص، بل بأنها دول عربية حضارية تماما وما فيهاش ريف، زي البحرين، زي قطر، زي الكويت. يبقى ال3 دول دول تعتبر دول عربية حضارية. يعني ايه حضارية؟ يعني ليس فيها ريف. طيب زي مين؟ البحرين وقطر والكويت. طيب تعال بقى نعرف ايه نتائج الهجرة. طب الهجرة دي مش هيترتب عليها مشكلات؟ اكيد. اول حاجة عندنا ازدحام المدن. المدن هتبقى زحمة جدا، الضغط على الخدمات العامة زي مثلا المواصلات، المستشفيات، التعليم، ارتفاع مستوى التلوث، وارتفاع معدلات البطالة، شباب كتير مش هيلاقوا شغل، انتشار العشوائيات. والعشوائيات دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، هي مناطق غير منظمة ومعدومة من الخدمات. قالك في الخمسينيات في القرن الماضي بدأت دول الخليج بتستقبل، دول الخليج زي الكويت والإمارات والبحرين بدأت تستقبل هجرات خارجية. طيب ليه؟ قالك عشان للعمل فيها. وده أدى إلى إيه؟ أدى إلى زيادة عدد السكان في الذكور في سن العمل. يعني طبعا لما فتحت الدول الخليج الهجرات بدأ الذكور يهاجروا، وبالتالي نسبة الذكور زادت عن المعدل الطبيعي. في حاجة كده برضو لازم نعرفها اسمها التعداد السكاني. التعداد السكاني وده اللي اتكلمنا عنه السنة اللي فاتت في مصر. قلنا ان التعداد ده حصر لعدد السكان في الدولة خلال فترة زمنية معينة، في مرة 10 سنين وفي بعض الدول 6 سنين. احنا قلنا ان مصر بتقوم بتعداد سكاني كل 10 سنوات. طيب ايه اهميته؟ اهمية التعداد ده بيجمع لنا بيانات عن عدد السكان، وكمان بنعرف تركيبهم العمري اللي هي صغار السن، قوة العمل، وكبار السن، وبيساعدنا في تحقيق الاهداف التنموية. ما انا عايز اعرف انا محتاج قد ايه من الزراعة، محتاج قد ايه من المدارس، محتاج قد ايه من المستشفيات. فالتعداد السكاني مهم جدا جدا جدا. طيب تعال نشوف بقى ايه هي الخصائص التعليمية لسكان وطننا العربي. اول حاجة ان الوطن العربي مهتم جدا بالتعليم في جميع المراحل، وده الدليل ان زيادة الانفاق على التعليم من عام لاخر. يعني الدول العربية بتسعى الى الاسراف على المراحل التعليمية، وبالتالي نسبة المقيدين بالتعليم، يعني المقيدين اللي هم مسجلين في المراحل التعليمية تجاوزت 90% في جميع الدول ما عدا الصومال والسودان وجيبوتي وسوريا. اشمعنى دول بالذات نسبة التعليم أقل من نسبة 90%؟ بسبب الفقر والحروب.
طيب أما بالنسبة للمستوى الصحي اللي هو المستوى العلاجي، هنلاقي برضو إن في انخفاض في وفيات الأطفال وتحسن مستوى صحة المرأة العربية وارتفاع متوسط العمر من 64 إلى 72 عام. طب إيه سبب الكلام ده كله؟ قالك بسبب التقدم العلمي ووفرة الخدمات الصحية. يعني بقى في مستشفيات وفي أدوية وعلاج ودكاترة، فده كله أدى إلى انخفاض وفيات الأطفال وتحسن مستوى صحة المرأة. طيب هناك 6 دول عربية سجلت أعلى معدلات الوفيات. 6 دول عربية سجلت أعلى معدلات الوفيات. أيوة، زي إيه؟ الصومال، موريتانيا، جزر القمر، جيبوتي، اليمن، والسودان. يبقى في 6 دول عربية سجلت أعلى معدلات الوفيات، يعني نسبة الوفيات عالية أوي أوي أوي. أيوة، زي مين؟ عندنا زي الصومال، موريتانيا، جزر القمر، جيبوتي، اليمن، السودان. ولو احنا بصينا ايه السبب، هنعرف طبعا بسبب ان ما في حروب، عندهم مجاعات، عندهم قلة طبعا المستوى الصحي ضئيل، فكل ده أثر عليهم. طيب قالك ان قطر سجلت اعلى متوسط عمر، يعني ما شاء الله الاعمار عندهم بتوصل ل 80%. وعندنا الصومال العكس، اقل متوسط عمر 57 عام، وطبعا ده بسبب ان معدلات الوفيات عالية جدا عندهم. طيب تعالى ناخد حاجة تانية، وهي في مشكلات بتواجه السكان. ايوه، عندنا البطالة. وطبعا البطالة احنا مش هنتكلم عنها كتير، اللي احنا خدناها قبل كده، ان البطالة دول افراد في سن العمل ومش لاقيين شغل، مش لاقيين فرص عمل. نسبة البطالة في الوطن العربي سنة 2021 وصلت ل 11%، وخاصة جيبوتي وفلسطين والأردن. طبعا عندنا الصومال اعلى معدلات البطاله في الوطن العربي. دوله الصومال طبعا. لكن عندنا زي ما في البطاله برضو في مشكله تانية، مشكله الاميه، اللي هي عدم معرفه القراءه والكتابه، او في اميه معلوماتيه اللي هي عدم وعي عن التكنولوجيا. طيب نلغت نسبة الأمية سنة 2020 كام يا مستر؟ 25%. وفي موريتانيا وجزر القمر توصلت لوحدها 40%. طب ايه سبب ان عدم قيد كل الاطفال في التعليم الابتدائي؟ في اطفال ما بيتسجلوش في التعليم الابتدائي، وفي كمان منهم بيتسرب بالتعليم بسبب ظروف اجتماعية. وبكده خلصنا الدرس بتاعنا، ونلتقي ان شاء الله في درس جديد. وما تنسوش المذكرة هحطها لكم تحت PDF تحت الفيديو في الوصف، ذاكروها واطبعوها، ونلتقي على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.